السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد واقتراح جديد. اول اقتراح غادي نشاركه معكم في هذا الشهر هذا. اول حاجة مبروك هذا الشهر، الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. غادي نشارك معكم هاد الكغاتان هذه اللي كتجي لذيذه بالبطاطا وسطر ديال الدجاج. اول حاجة خديت كيلو ديال البطاطا اللي قطعتهم دي طرونش وغسلتهم بزاف ديال المرات حتى تحيد منهم هذيك النشا، وغادي نسلقهم. غير ما تسلقوهمش بزاف، ما تسلقوش ديك البطاطا بزاف باش ما توليش نافحه، ما توليش معجنه. في مقلاة على النار خليتها حتى سخنات مزيان، ومن بعد ضفت ليها شويه ديال الزيت وضفت صدر ديال الدجاج. علاش سخنات مزيان؟ باش الدجاج ما يطلقش لنا نهائيا الماء. عندي واحد البصله تقريبا كبيره مشلضه، والعطريه غادي نضيف سكينجبير، البزار، قزبر يابس، التحميره والخرقوم. البصله نضيجه مشحراها. نتوما يعني ديروا بصله يعني بصله شحروها شويه ومن بعد ضيفوا لها الدجاج. انا حيت شحال من وصفه احتاجت ليا البصله فقطعت بزاف ديال البصله وشحرتها في خطره واحده صافي واستعملتها هكا. غير نتوما ملي تضيفوا البصله جهدوا البوطه باش ما تطلقش لكم داك الماء ديالها. هنا غادي نملح. حتى الملح ملي كتضيفوها هي الاخرى ما كتخليش الدجاج يطلق الماء. راه هاد الكغاتان كتجي لذيذه بزاف. درت واحد الحفيره في الوسط وغادي نضيف معلقه ديال مطيشه ديال الحك. علاش درت بحال هكا؟ باش كنعرفوا حنا الحاجه اللي كتكون معلبه كتكون فيها واحد البنه ما زويناش. هذاك الشيء علاش نحاولوا نطيبوها هكا شويه من بعد نخلطوها، لان ما غاديش نطيبوها بزاف مع الصدر ديال الدجاج. البطاطا ملي تبغيو تسلقوها يعني ديروا الملح شويه بالزيت باش ما تجيش باسله. كتجي بنينه 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 بزاف هاد الكغاتان. بالنسبه اللي عنده الوليدات وما كياكلوا شي الخضره ولا شي حاجه، تقدروا هنايا في هذه المرحله ملي تكونوا كتشحروا في البصله ضيفوا خيز والكورجيت، الفلفله، اي خضره بغيتو تستعملوها استعملوها. في نفس المقله نصاوب البيشاميل. 2 معالق ديال الزبده، بالنسبه لي انا في كل سطر ديال الحليب كنستعمل 2 معالق الزبده و2 معالق ديال الطحين. غير هو شوفوا نتوما على حساب بغيتوها ثقيله كتخليوها حتى كتعقد، بغيتوها خفيفه غير واحد شويه وصافي صافي وكتحيدوهم فوق النار. هنا لهاد البيشاميل ما غاديش نحتاجو نهائيا نديرو ضامه البنه، غادي نستعملو غير الكوزه والبزار والملح، لان هذاك الشيء يعني الصدر ديال الدجاج وداك الشيء اللي طيبنا بديك المقيله غيطلق لنا ديك البنه. ضفت الملعقه الاولى ودابا غادي نضيف الملعقه الثانيه. البيشاميل باش تجيكم لذيذه حاولوا دائما طيبوا داك الدقيق، يعني ماشي غير صافي يعني غير تزربوا عليه غير شويه صافي وتزربوا عليه. على قد ما طاب الدقيق والزبده كتجي البيشاميل لذيذه. هنا غادي نبدا نضيف الحليب شويه بشويه. تقدروا يعني تستعملوا الكريمه السائله. ديروا نص ديال الكريمه السائله، ولا 250 غرام ديال الكريمه السائله و250 غرام ديال الحليب، كتجي زوينه بزاف بالكريمه السائله.
المهم انا شحال من حاجه كنقول لكم تقدروا ديروا هذه، تقدروا ديروا هذه. المهم كل واحد يدير اللي كيعجبو انسان. يعني كنشارك معكم الوصفه وانتم الحاجه اللي كتعجبكم تقدروا ديروها، الحاجه اللي ما كتعجبكمش تقدروا ما تديروهاش. يعني ماشي بالضروره الحاجه اللي كنشوفوها خصنا نطبقوها كيف ما هي. الاذواق كتختلف وكل واحد هذيك يعني شي كتعجبو هاد الحاجه الاخر ما كتعجبوش. المهم نتوما ديروا اللي بغيتو. هنا تطفيت على البوطه، عاد غنضيف الملح والبزار والكوزه. حتى الكوزه اللي ما كيبغيهاش يقدر ما يستعملهاش. البزار صافي. وهنا غادي نحك شويه ديال الكوزه. هنا صافي خديت داك المول اللي غادي نقاد فيه الكغاتان، ضفت شويه ديال البيشاميل في الاول، ومن بعد غادي نبدا نستف هذيك البطاطا. ماشي بالضروره تكون يعني داك تستاف مقاد، ستفو غير ديروا طبقه وصافي. هنا راه كانت مازال سخونه. هاد الكغاطا تجيكم في مول كبار من هذا تجي مزيانه. غير انا كتعجبني الكغاطا تكون قدها قد المول. وغادي نضيف طبقه اخرى ديال البيشاميل. والوسط غادي نضيف صدر ديال الدجاج. هاد الكغاطا كيف ما كتشوفوا يعني ساهله، ما فيهاش كثره التعقيدات حتى. يعني ما فيهاش قوه الماعن ولا يعني نفس المقله كنصوبوا فيها كل شيء ما عدا البطاطا هي اللي كنسلقوها في طنجره بوحدها. غير البطاطا كيف قلت لكم يعني حاولوا ملي تبغوا تسلقوها ملحوها شويه باش ما تجيش باسله. واخا هي هذيك البيشاميل راه كتلددها ولكن ما فيها باس يعني نزيدوا لها شويه ديال الملحه. وهنا غادي نضيف الطبقه الاخرى ديال البطاطا. وغادي نضيف البيشاميل اللي بقات ليا. وغنضيف الفرماج احمر. تقدروا كاع ما تضيفوش الفرماج لان هذيك لا بيشاميل ديجا لذيذه كتلددها. يعني بغيتو تضيفوا الفرماج ضيفوا، ما بغيتوش ما تضيفوش، ما محتاجاش يعني هي الفرماج. تقدروا ديروا الفرماج، تقدروا ديروا غير طريفات الزبده من الفوق، تخليو غير البيشاميل بوحدها. يعني ماشي بالضروره الفرماج. صافي غنديروها طيب ونتلاقاو. هذا هو الشكل النهائي ديال الكغاتان. فعلا كتجي رائعه 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 جدا، كتجي لذيذه مع داك الدجاج يعني بالعطريه. كتجي لذيذه 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 بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم، وبالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلامه.